Deal with difficult customers. How do you deal with difficult customers? معناها بالمصري إزاي بتتعامل مع الزبائن الصعبين. الجملة البديلة ممكن تبقى Tell me about a time you handled a tough client. وتنطق كده باللكنة الأمريكية Tell me about a time you handled a tough client. معناها احكي لي عن مرة تعاملت فيها مع عميل صعب. كلمة handle معناها يتعامل أو يدير الموقف. أما كلمة tough client فمعناها عميل صعب، يعني زبون مش سهل التعامل معاه، ممكن يكون عصبي أو طلباته كتيرة. فالجملة كلها معناها إنك بتسأل حد عن تجربة سابقة ليه مع زبون صعب. البديل التاني هو How do you resolve customer complaints؟ باللكنة الأمريكية How do you resolve customer complaints؟ معناها إزاي بتحل شكاوي العملاء. كلمة resolve معناها تحل أو تعمل حل لمشكلة. customer يعني عميل أو زبون. complaint يعني شكوى، اللي هي لما العميل يشتكي من حاجة مش عاجباه. جملة على بعضها بتسأل عن إزاي بتحل شكاوي العملاء. كل واحد بيرد حسب تجربته. لو عجبك اللي سمعته ولسه عايز تعرف جمل أكتر وتطور إنجليزيتك بطلاقة، تابع باقي الحلقة على قناتنا ساندوتش إنجليزي على يوتيوب.